المنتج اللي نادية موافقاه، وعشان خاطر كده انت شايف نادية مشهورة. انا قصدي على حبيب نادية التاني الكحيان، ايوه اللي بيعمل لها شعرها قدامك ده، عادل. شاب تايه في زحمة الشباب التايهة، لكنه صنايعي كوافير قد الدنيا. وحبيبته زي ما انت شايف باعته وراحت مع راجل قد ابوها عشان خاطر الفلوس والعيشة الحلوة. وعادل يزن مختارت بيسرق منتجات المحل اللي شغال فيه علشان خاطر ياخدها يفتح بيها في المحل بتاعه. المشكلة ان عادل مش بيسرق المواد الخام بتاعت المحل بس، ده بيسرق كمان الزباين بتاعت الراجل اللي شغال معاه، والراجل بيعرف وبيطرده. طبعا يا شقيق انت فاكر ان مفيش اسوأ من كده بني ادم. احب اقول لك لا، في اسوأ من عادل. عادل بتغش في الكريمات اللي بتبيعها للزباين، وشقيانه وتعبانه عشان تطلع القرش بعرق جبينها او عرق الزباين. المهم ان في فلوس هتطلع. لكن عادل يا شقيق احدى زباينها كريماتها بتأذي جسمها، فالست بتاخد حقها بشكل حضاري جدا زي ما انت شايف. الأسوأ كمان من كده ان عادل مروحة بيتها تاكل لقمة وتنزل تكمل شغل، بتلاقي عادل ابنها بعد ما الراجل صاحب الكوافير طرده بيدور في فلوسها علشان ياخدها ويكمل بيها على تمن المحل. لكن الأم وابنها يا شقيق هيقعوا مع بعض ويمسكوا في خناق بعض، لدرجة ان عادل هتطرد ابنها طردة الكلاب. والمشكلة الأكبر لما هتطرده والخناقة هتخلص، عادل بيجي لها تليفون شغل واحد بس، اوردر واحد بس. شوف الست دي هترد ازاي على تليفون الشغل بتاعها. الو، اهلا مدام رشا. الحمد لله انا كويسه. لا بس صوتي مبحوح شويه عشان عندي شويه برد. يا حبيبتي لا احنا على ميعادنا، ده انا جاي لك على طول، هو مسافه السكه. حضرت لك كل حاجه. نسيت اقول لك يا شقيق ان نادية زي ما ليها حبيب اسمه عادل، ليها اخت اسمها ريهام، وريهام على عكس نادية نهائي.